بك. يعني لو تضعينا في أجواء العيد في دير الزور في وسط الأوضاع طبعا الأمنية. نعم أختي الكريمة، السلام عليكم ورحمة الله وعليكم وبركاته. السلام. يوم جديد يطل على مدينة دير الزور الصامدة والمحاصرة لأكثر من عام، حيث استيقظ الأهالي على أصوات التكبيرات التي ملأت سماء المدينة، معانقة أصوات قذائف الحقد الأسدية. فمنذ الصباح الباكر شهدت المدينة قصف عنيف من راجمات الصواريخ وقذائف الهاون والمدفعية الثقيلة، حيث تركز القصف على الأحياء التالية: الحميدية والحويقة والجبيلة والموظفين والرصافة والصناعة والرشدية، مما أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان في السماء نتيجة احتراق المنازل ووقوع عدد من الجرحى. أيضا لم تهدأ جبهات القتال بين أبطال الجيش الحر والجيش الأسدي في كل من الحويقة والرشدية والصناعة والجبيلة من جهة شارع اليرديسات، حيث قام أبطالنا بتكبيدهم خسائر فادحة بالعتاد والأرواح. أيضا استهدف أبطالنا ومجاهدينا مقرات الأمن والشبيحة في حي الصناعة وقاموا بتحقيق إصابات مباشرة. أيضا استمرت الاشتباكات العنيفة حول أسوار مطار دير الزور العسكري المحاصر، حيث يسطر أبطالنا أروع مشاهد البطولات هناك. كما شهدت سماء المدينة تحليق للطيران الحربي، فقام الطيران الأسدي الغاشم بغارة جوية على بلدة الشحيل في الريف الشرقي، واستهدفت الغارة مقسم الاتصالات في البلدة، والحمد لله لا يوجد أي إصابات، فالأضرار كانت مادية. أيضا سجل سقوط عدد من القذائف على قرى الحسينية والحصان في الريف الغربي. فقام أهالي مدينة دير الزور في الصباح الباكر بزيارة الحدائق التي تحولت إلى مقابر للشهداء، حيث لم تسلم هذه الحدائق والمقابر من حقد هذه العصابة الأسدية، حيث قصفوها بعدد من القذائف الهاون، وبفضل من الله لا يوجد أي إصابات. نعم، إذا من هذا دير وبالله الزور الناطقة التوفيق باسم والأحداث. شبكة ديري نيوز نور الديري، أشكرك جزيل الشكر. منع أنصار والإخوان المسلمين في مصر فريق سكاي نيوز عربية من تغطية اعتصام ميدان رابعة العدوية وطردوه من المنطقة، وتدخل أنصار الإخوان وأعاقوا تغطية